انا بنت مزة شديدة قوي، حاجة على المظبوط. انا عارفة نفسي كويس قوي، انا جامدة موت. قشطة غرقانة في زبدة، محشية مربى على الفرازة. انتي فلة قشطة. واو. هاي. اهلا. هو احنا ليلتنا فل ولا حاجة؟ لا انت هتفضل ترجعني ورا كتير، انا تعبت من ايه يا مون؟ كده اوكي؟ يلا يا ابني. اهلا بيك. اهلا بيك. بونسوار. ايه التألق ده؟ اقل حاجة عندي. نانيتا دايما مغرورة. يس. مالك يا احمد؟ تعبان يا امام، تعبان يا اخي، بتقطع من جوه. مبهور بجمالك. اوكي ده عادي برضو. اجمد كده ولا مش لا بص. نانيتا دايما متهمة بإثارة الجدل. قول لي انا سرت الجدل في ايه النهارده؟ نعم يا اختي. في الإطلالة. حلوه ولا لا؟ حلوة بصراحة. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يا حبيبي؟ يخلص الفرح بس انا مش سامعه. يا لهوي على سنين السودا. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ ونستكمل حوارنا مع الجميلة نانيتا. بس غيرنا المكان عشان الزحمه. انا زهقت. عرسان نانيتا كتير، امتى قلب نانيتا يدق؟ هو اول عريس على فكره. بس ما لسه بفكر. جاوبتك. بفكر فيك. يا ابن المحظوظة يا فوزي. طب هستنى كتير؟ كتير يعني لغايه لما يخلص الايفنت بس. اخ منك انت اخ. نانيتا مين قدوتها؟ ما عندي قدوه، بس حلقاتي علقوا لحظه سوري. ستوب، ما تليفوناش بقى يا اخوانا، عيب كده. في حدا عم تطلع فيي؟ كلهم بيطلعوا. علقوا حلقاتي ورجعوا. ما عنديش قدوه، انا قدوه حالي، ليه بده يكون عندي قدوه؟ اهو غلاسه كده. بس اي فنان دايما بيقول لك انا مثل الاعلى مثلا عمرو دياب، مثل الاعلى مثلا نوال الزغبي. كل فنان كده ليه فنان بيعتبره رول موديل كده. ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. انت مين اللي في دماغك وحساها ان انت عايزه تتطلعي تبقي زيها، تبقي احسن منها، شايفه خطواتها مماثله لخطواتك؟ سيريسلي انا ما عنديش ايدل، انا ايدل نفسي. ممكن بحب ناس وبحب شغلهم وبحبهم وكل حاجه، بس انا نانيتا. يا ضنايا. البعض شايف انك انت فيكي شبه من نيكول سابا شويه، واخده خط نيكول سابا. ممكن عشان هي لبنانيه وانا لبنانيه وهي بلوندي وانا بلوندي فحسوا كده. لو جالك دور في لبس جريء توافقي ولا لا؟ نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. انا لبسي جريء. شو السؤال؟ ده عالم صايعه يا. شو اللبس الجريء بالنسبه لك؟ يعني مثلا مايو بكيني مثلا. ما بطلع بمايو، يعني جالي كتير اعلانات بمايو ما طلعت بمايو. بلبس مايو بحياتي العاديه، بس ما بحب اطلع على التي في بمايو ولا حتى بتصور بمايو. هنعيط من الايمان والتقوى. طب لو جالك مشهد فيه قبله؟ في قبله؟ هنا ولا هنا؟ هنا اوكي، هنا لا. ابتدينا نستظرف. لانه هون بتضايق، عندي حساسيه. يخرب عقلك، ده انت مسخره. على حسب المشهد، ما في اقول لك. يعني ممكن توافقي؟ ممكن اوافق. انا ما بعملش بوس الا لو كان في سياق الدراما. مين من الفنانين اللي نفسك تمثلي معاهم؟ ولا حدا. حماس شباب، تهور، تسرع. يعني مش نفسي، انا ممكن امثل مع ممكن امثل مع اي حد، بس مش والله ما في نفسي بحاجه، الحمد لله. يعني ما انه حلم عندي انه انا بدي امثل مع حدا، هيدا هو قصدي. عشان انت دايما بترجم حكي على ذوقك. انا يا بنتي لا خالص والله. حط لي هول الكوميك مدري شو فركش، وبدي اقول لكم عن فركش، خلت مصر كلها تحكي بقصتي فركش. ميرسي فركش، وبعدني معكم. انت تؤمر يا جميل.
لا فركش كتير اكيد، انا بحبها يعني اكيد وناجحه كتير يعني ما بدها سؤال. شايف يا ابني كلام الناس اللي بتفهم؟ انا بعون الله مطمع لاي مزه. انا عارفه، وبلاس ان انتوا برضو بتبقوا بتتكلموا احيانا في مواضيع بجد وحلوه وبتدخلوا عليها حاجات كوميكس حلوه، فمش غلط، وكتير بيقلدوكوا دلوقتي واحنا عارفين. مش واخد بالك انت يا ابراهيم؟ كلمينا على الاوتفيت النهارده والاطلاله دي. بدي احكيك عن حلقات اللي عم بيعلقوا كل شوي. كلمينا على الجولري الاوتفيت كله. بتعمل ايه انا؟ بتصور ايه؟ هو اللي بقول لك من وين؟ هون من عند دماس بيروت. وهيدا من بيروت وهيدا من بيروت. شعراتي الفريد ادمينا. ايه ده؟ المجتمع ده عم يحكوا علي. شفت اي دونت كير. والشوز شو؟ بقول لك هذا الشوز من وين؟ اقول لك من وين. الشوز ده انا كنت في لبنان، في واحد تركي انا بجيب من عنده دايما، بوصيه يجيب لي حاجات من تركيا. كان الزلزال اول يوم، تاني يوم انا كنت بوصيه على الشوز فعمل لي بلوك. قال لي مش شايفه شو اللي صار، انا كنت ناسيه، انا كنت خايفه فعايزه انسى فطلبت. بعد يومين كان صحي فكلي لي بلوك وكلمني وبعت لي الشوز. تركي طلع. احنا كنا فاكرين ده جولري، ده مش جولري، ده صح؟ ده جزء من الفستان. مين وين ده؟ ده من الدريس. يا لئيم انت يا لئيم. لا منه الماس ديامون. انا عملت دويتو مع المهرجانات، راب لا لان انا ما بحبش الراب اصلا، وما اظنش ان انا هغنيه، صعب عليا. بس يعني انا شوي ستيلي غير، يعني يمكن انا بحب المقسوم اكتر، بحب الدلع اكتر. هم سامعين حاجه دلع؟ بسمعك غنيتي اسمها قشطة، اسمها. في اخد المايك. انا بنت مزة شديدة قوي، حاجة على المظبوط، انا عارفة نفسي كويس قوي، انا جامدة موت. قشطة غرقانة في زبدة، محشية مربى على الفرازة. انت فله قشطه. كلمات مين والحان مين؟ يلا لا بيزعلوا، نسيت. يا نهار ابيض، شفتي بقى؟ شفتي بقى؟ طب ركز بقى. انا عندي بروبلم، انا ما بفتكرش الاسامي، انت هيزعلوا. والله نسيت. I swear to God I'm sorry. انا بنسى، مش عارف. هل الاغنيه حاسه ان هي بتمثل شخصيتك اكتر؟ قشطه ومربى؟ والله انا سمعت الاغنيه فعجبتني، ما بتمثلش شخصيتي، انا مش قشطه ومش مربى ولا اي حاجه. انا انت قشطه ومربى. ميرسي، انا قلت عشان انتوا تقولوا مش انا فاشن ادكت. انا انسانه كونفيونس. انا بحب الموضه، بحب ابقى يعني كل حاجه جديده ابقى انا، يعني انا بحب ده، فهي ده جزء من شخصيتي. يعني لو عايز ايه اللي بيساعدني، هو ده اللي بيساعدني، لبسي، شكلي، ابقى مبسوطه بشكلي، وانا واقفه على المرايه ابقى راضيه عن نفسي. فانا بحب اللبس قوي وبحب الموضه قوي. الجواز والاسره والاستقرار بتفكر فيهم نانيتا ولا شهوه النجاح والشهره واخداها؟ بص انا بالنسبه لي الجواز ده نصيب، ولما ربنا هيريد هيحصل. انا مش ضد ولا مع، بس ما اعرفش امتى. يعني دلوقتي لا ما بفكرش، بس برضو بقول لك ده نصيب، يعني ما حدا بيعرف. اون سي جامي. انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. مين اللي بيقلد بقى نانيتا؟ ما بعرف، انا لازم اسالك، ما في اقول انا مين بيقلدني، ما بعرف. بتقلدي نيكول سابا صح؟ بقلد نيكول سابا، في فرق كبير بيني وبين نيكول سابا. ليك انا كتير بحبها لنيكول سابا، من انا وصغيره بحبها من وقت كانت بيفور كاتس، بس انه قلدها ما بقلدها. بعدين انت بشو شفتني عم قلدها؟ لا يعني ستايل لبسك، طبيعه الغنى شوي. هيدا ستايلي ابدا، حتى طبيعه الغنى تبعي شوي بعيده عنا، يعني لا ما في اي شيء بيناتنا. وانا اكيد ما بقلد حدا، انا كتير بحب حالي، ليه لا اقلد حدا؟ غرور ولا ثقه؟ ما حدا احسن مني، ما شايفه حدا احسن مني تقلده. يعني الله خلقني هيك وانا راضيه، يمكن اني احسن بس انا شايفه حالي احسن بس. ايه اكتر حاجه بتفرح نانيتا؟ اني اكون مبسوطه. ازاي نانيتا تكون مبسوطه اصلا؟
يكون راسي مرتاح، اعمل الاشياء اللي بحبها، اطلع على ستيج، اعمل شوبينج، اعمل سبور كده، تكون نفسيتي مرتاحه. طب ايه اكتر حاجه بتضايقنا نيتا؟ ما في شيء بيضايقني، يعني الحاجات العاديه مش بتضايقني، لازم تبقى حاجه كبيره والله لا يجيبها. بالنسبه للاشخاص برضه في اشخاص بتتفائلي بيهم واشخاص بتتشائمي بيهم؟ الاشخاص في ناس هيك بينقوا، دول انا بتشائم منهم، ما بحبهمش، بحس بيجيبوا النحس اللي بيزن واللي ما بحب النق، انا بطبيعتي ما بحبش النق. دول ممكن اتشائم منهم، بس انه لا ما بتشائم، يعني ولا مره وصلت لانه اتشائم، بس انه ما بحبهم. والله بص، يعني لما انت تحب حاجه فبتحس ان انت دايما بتحب تبقى احسن واحسن وبتسعى للاحسن. فبس كده، من حبك في شغلك بتحب تبقى احسن وبتبقى فعلا احسن، بتتابع، بتتعب، بتشتغل من قلبك زي اي حد. صراحة أنا داخل الوسط ما عنديش بقول لك ما عنديش حد أنتي، ما عندي صداقات مع ناس معرفة. أنا ما بحبش الصداقات الكتير، أو عندي معارف كتير بس as a friend، يعني as a good friend لا، هي واحدة.